انتشر في هذه 24 ساعة الأخيرة مقطع فتاة مغربية للأسف، وهي تبع واحد الإنسان كوري من اليوتيوبرز الكوريين، لصقاه بحال باور بانك، ماشي تبعه، لصقاه، وللأسف كان يصورها وهي تعلم أنه يصورها، لصقة على الزواج، قالت لي تزوج بيا وإلى آخره، وتحاول أنه ينبذها يتفك منها لكنها لصقاه. تزوج مني راه ما كاينش بحالكم، راه انتم أفضل من المغاربة، أنت وسيم، مهم لصقاه يعني بكل مظاهر الخناعة والميوعة وقلة الحياء والتحرش إلى آخره. هو يحاول أنه يتفك منها ويحاول أنه يذكر بأنها فتاة صغيرة على هذه التصرفات إلى آخره. وفي الأخير ماذا وصف بأن المغاربة قدوة سيئة في التربية. أيتها الفتيات، أيتها البنات بدون تعميم، ماذا جرى لكن؟ أشهد الذل، أشهد الانبطاح سعيا وراء الأجنبي. هذه البنت ما عرفتش هذا الإنسان واش مسلم واش كافر، منذ متى كان يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر؟ هذا إذا ثبت أنه كافر فعلا وليس مسلما. والمقطع الثاني لهذه المنتقبة، استمعوا. شنو أحسن أغنية عندك أنت حاليا؟ صراحة كنتمزك بزاف المورفين. هذا النوع أنا أعلم وأستطيع أن أجزم يقينا بأنها ليست منتقبة تعبدا، كي اللي كتخبي الوجه ديالها فقط، لكنها ليست منتقبة. أي سيدي، لا أحد معصوم من المعاصي، لكن بحال المعاصي المرأة تستمع إلى نوع من الغناء، وهذا النوع معروف، الراب معروف بالفجور، معروف بتخسار الهضرة، معروف بالكلام البذيء، معروف بالقذف. يعني اللي غيتزوج بحال هذه راه لن يستمتع بالأنوثة ولن يستمتع بالمسمع الطيب والكلام الجميل. مع يوقع أول خصامات كلاشيه، ما بقاش ذاك الزواج المبني على المحبة والألفة إلى آخره. وحدثني بعضهم أن بعض النساء تلبس النقاب فقط عندما تريد أن تصور بعض المقاطع في الإنستغرام، لكن في حياتها اليومية وفي الزنقة والى آخره لا تلبس النقاب أبدا، لكنها تلبسه وتصور به. فليس كل من رأيتموها تلبس النقاب في هذه المواقع وتحاول أن تشوه سمعة المنتقبات فهي منتقبة بحق. وللأسف بعض ما شاهد بعض مرضى القلوب، طبعا هذه البنت التي تتبع هذا الرجل الكوري وتذل نفسها من أجله، يستهزئون بالحجاب، حجابي سر جمالي، الحجاب في ذمة الله إلى آخره. يا أخي، ما علاقة هذه الشعيرة، شعيرة الحجاب، بفعل هذه السلقوطات؟ ما علاقته؟ اللحية بريئة وهذا الشخص متهم، والحجاب بريء وهذه الفتاة متهمة. ما ذنب العنب إذا صار خمرا؟ العنب من الفواكه التي أحلها الله تبارك وتعالى، لكن ما ذنبه إذا صار خمرا؟ وما ذنب الحجاب إذا ارتدته عاهرة، سواء كانت عاهرة فكريا أو عاهرة حقيقة؟ وما ذنب اللحية إذا كانت في وجه لص نصاب؟ ما ذنبها؟ يعقل أن نطعن في هذه الشعيرة ككل بسبب فعل بعض الأفراد؟ لو سلكنا هذا المسلك لطعنا في الإسلام، لأن بعض المسلمين أنتم تعلمون ماذا يفعلون. واعلموا أيها الذكور أنه لا سعادة في الحياة الزوجية إلا إذا كانت مطابقة وإذا كان يؤطرها شرع الله تبارك وتعالى. وخد زوجها من روسيا، ما عرفت من أي جنسية، أنتم تعلمون ماذا يقع في الأخير من تفكك وإلى آخره. وكذلك البنات، أنتم تعلمنا ماذا يحصل لبعض كنا ممن كنا يلهثن وراء الأجنبيين، في الآخر تهلك عمود وتخرج كتشكي في المواقع، عد لي الأبناء، أهلكني بالعصا، حيد لي الوراق، خرجني من الدار، فعل لي وترك لي، وتبكي في الصفحات وتشوه نفسها. علاش؟ لأنها لم تكن تبحث عن الدين، تبحث فقط عن الأجنبي باش تسمى أنها تزوجات من جنسية كذا وكذا إلى آخره. والمحجبات المنتقبات بحق ما توقفش معك في الزنقة كما درت الأخت، ما تعطيكش الوقت وخا تسولها في شحال الساعة ولا تسولها أين يوجد كذا وكذا، ما توقفش معك. هذه المنتقبة بحق، فضلا عن أن تقف معك وتسألها عن الأمور الموسيقى وإلى آخره وتجيبك بالضحك والقهقه إلى آخره. ما يمكنش، لا يتصور هذا. والتعميم لغة الجهلاء، ما تفعله هؤلاء قليلات الحياء لا ينبغي أن نعممه على سائر المحجبات أو على سائر المنتقبات. وما يفعله هذا الجاهل الملتحي أو هذا النصاب أو هذا الذي يستغل هذه الشعيرة من أجل باش ينصب على الناس ومن أجل باش يطيح الناس في فخاخه، فلا علاقة للحية بما يفعله ذلك الشخص أبدا، ولا علاقة للإسلام بما يفعله بعض المنتسبين إليه. الحمد لله الإسلام ديننا واضح، موجود في كتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك قال أحد المستشرقين لما دخل الإسلام وقرأ عن الإسلام ودرس عن الإسلام فدخل الإسلام، فلما دخل بلاد المسلمين رأى عكس ما قرأ، فقال الحمد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. الحجاب معروف بشروطه التي ينبغي أن تتوفر في المحجبة أو المنتقبة، فما تفعل هؤلاء فلا يبت للحجاب والنقاب بصلة.
هذا ما أردت أن أبينه وأوضحه في هذا المقطع. والنساء صغيروا معنا جزاكم الله خيرا. فالحياء هو رأس مال الفتاة، إذا نزع منها الحياء فلا تسأل بعد ذلك عن شيء، ولا تسأل عن متعة الزواج، ولا تسأل عن المودة، ولا تسأل عن المعاشرة بالمعروف. إذا نزع الحياء من البنت صارت سلفا في خبر كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.